أفهمكم حاجة، سبحان الله عقب المرض تغيرت اهتماماتنا. يعني قبل شوي جالس مع واحد يقول لي وش عندك؟ أقول له ساركوما، سرطان. وأنت؟ والله ساركوما، يا مرحبا. يعني استوى تعارفنا بالمرض عند المرض، الحمد لله. لكن المرض يا أخي نعمة. أحيانا يقولوا المرض ابتلاء، لا مو ابتلاء، نعمة. يريك حجمك الطبيعي في الدنيا. الله عز وجل لما ذكر المال اللي هو زينة قال كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يظن نفسه شيء عظيم عظيم عظيم. لكن المرض يريك حجمك. الظاهر جد دكتور، الدكتورة والدكتورة اليوم عندي شيء، نسأل الله العافية، الله لا يبتليكم. يلا برجع لكم بكملكم الموضوع. مع السلامة. المهم، ففعلا المرض أحيانا نعمة، يريك أن الدنيا يعني تافهة جدا. أنت بصحة وعافية، تخيل أنت تربط يوم كامل عشان موعد دكتور أو دكتورة أو خزعة أو علاج أو جرعة، تخسر يومك وأسبوع كامل. أنت زمان كنت يومك ملكك. فالمهم أصبح تعارفنا هنا بالأمراض. شو عندك؟ ساركوما، أنت سرطان جلد، أنت كذا. صحبة تغير مجتمعي كامل. قسما بالله المجتمع كامل تغير. يقولون أنت صغير كيف كذا، قدر الله ما شاء فعل. فالحمد لله. المهم، الله عز وجل لما ذكر المال اللي هو الزينة قال كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. بس المرض تعرف إنه المال ما ينفعك. أنا لازم أصور يومياتي، والله يوميات مسرطن أو سرطان حتى أبتسم معكم تبتسموا معي في غربتي. الحمد لله أموري